99.9 من الولاد بيقولوا ل 99.9 من البنات انهم تافهين. اوكي؟ احنا هنتكلم النهارده في العلاقات، يعني علاقه بين ولد وبنت اللي هي 99.9 برضه من العلاقات دي الولد بيقول للبنت ان هي تافهه. مش بدافع عن البنات ولا بقول ان الراجل هو اللي صح في كم انت تافهه اللي بيقولها للبنت على مدار الساعه، بس خلينا ناخد الموضوع بقى ايه من اوله بقى. البنت لسه جواها فكره ان هي كان رقيق بقى ولازم على طول انت تهتم بيها وعلى طول الكلام ده، هي لسه في دماغها الفكره الكلاسيكيه الجميله دي ان هي برنسس وبتاع. ده يرجع لايه بقى؟ تعالوا نرجع للتاريخ كده، نرجع ورا فلاش باك. زمان جدا من آلاف السنين كان في راجل ابن حلال كده اسمه قيس بن الملوح. اوكي؟ انا مش عايزه اطول، مش عايزه اعمل كتير، بس اللي هو مجنون ليلى يعني. اوكي؟ قيس وليلى ده يعني في موقف كده، تعالوا نشوف الموقف ده ونشوف مدى الفيك والاوفر اللي فيه. يعني قيس ده يعني اتقدم لابو ليلى وابو ليلى رفض، فراح يكون نفسه، مش عارفه فين، راح يكون نفسه. فلما رجع من السفر فراح سفح رامة دي ده مكان كان بيقابل ليلى فيه. اوكي؟ فراح وسبحان الله لقاها هناك. شوفوا الصدف. اوكي؟ دي قصيده اسمها لما تلقينا، عبد الرحمن محمد غناها بتسمعوها. فراح ولقاها عند سفح رامة ده مكان كده. اوكي؟ فلقى ايديها لونها احمر، فقال لها انت اتخطبتي يعني دي حنه يعني وانت اتخطبتي وكده لما انا مشيت؟ ها؟ فقالت له لا والله العظيم ابدا، ده بس لما وجدتك راحلا، يعني انت لما مشيت لما رحت كون نفسك انا بكيت دما، يعني قعدت اعيط دم فمسحت الدم بايدي فايدي بقى لونها ياه. شوف تفتكر حد ساعتها طلع من ورا صفحه رامات نزل ايه ده؟ قال لها ايه ده ليلى انت فيك، انت اوفر، ايه ليلى التفاهه، ايه ليلى التفاهه دي؟ قيس انت على فكره اوفر جدا. ما حدش قال لهم كده. نطلع قدام شويه نسيب قيس ده كان يعني ممكن يكون كان اوفر حبتين واتجنن ويعني الموضوع زاد معاه. نطلع قدام شويه مثلا عنتر وعبله مثلا. يعني يا جماعه كان مالي حياتها اكشن، يعني كان مالي حياتها كده اثاره، يعني كان بيقتل لها ناس كده ويتخانق ويجمع لها في بقر ومعيز عشان مهرها، يعني حياتها كان مليانه اثاره كده. استاذ شكري سرحان لما كان يتصل بمحبوبته يسمعها اغاني ويقفل، قد ايه كان فيك. يعني كل الحاجات دي بقت فيك، وكل الحاجات دي ادمت، وبقى المشاعر الاوفر دي ما بقاش اسمها عندنا غير حاجه واحده بس، كلمه فيك دي. انت ما تلومش على البنت ان هي يا حرام لسه فاكره ان هي في الزمن الجميل ده. خلينا متفقين ان شخصيتك غير شخصيه البنت. شخصيه البنت معقده جدا، معقده مركبه ومعقده يعني فاهم؟ انتوا واضحين صريحين، يعني فاكر ان انت قلت لها خلاص يعني انا عايزه ارتبط بيكي وعايزك يعني عايزه اكمل معاكي حياتي، خلاص انت كده عملت اللي عليك وانت كده ابن حلال، والمهم ان لازم تقيس بالمواقف وتقيس يعني لما تحتاجك تلاقيك والكلام ده كله. اما بقى الفيك التاني ده ولازم تتصل بيا كل شويه، لازم تصحيني تقولي صباح الخير وتقولي صباح على الخير وتقول لي كلتي ايه النهارده، تقول لي اتعشيتي ايه، وتقول لي هتنزلي امتى وترجعي امتى وهتلبسي ايه، ولما ده تفاهه بالنسبه لك انا عارفه، وهو فعلا تفاهه. يعني كلمه انت تافهه للبنت دي اكنك بالظبط بتقول لها على فكره انت وشك فيه مناخير. عادي كلنا وشنا فيه مناخير، كل البنات كده، بس مش كل حاجه انت تافهه، يعني مش كل شيء لطيف البنت بتحلم. انا بعمل كده كتير عادي، مش كل حاجه يعني تقول لها انت تافهه كده في وشك، انت تافهه. ليه يا بابا؟ ليه؟ هبله، بنت هبله، بتضحك عليها بكلمه. يعني لو قلتها على فكره انت كيوت، هتنسى المشكله ومش هتنكد عليك وهتجيب لك ورد، والله هي اللي هتجيب لك ورد. كلمه بسيطه والله العظيم. المشكله ان تبقى عارف ان هي عبيطه وهبله وبتكسل وبتستكبر تضحك عليها بكلمتين. عملت حمله كده بروبوزل لكل بنت. ليه ما تعملش بروبوزل؟ ليه ما تعملهاش بروبوزل يا جماعه؟ ابسط يعني دي جديده اهي، جديده. ايه تاني بقى؟ ايه بروبوزل لكل بنت يا جماعه؟ اقل واجب. تخيل مثلا كده لازم البروبوزل يبقى اساسي عندنا، يعني تروح تتقدم لواحده، عمي انا شرفني بيسعدني اطلب بنت حضرتك فندم وشرف ليا كبير، فهو يرد عليك يقول لك اوكي يا ابني كاتب الكتاب والبروبوزل في ليله واحده. ليه ما يبقاش عندنا كده؟ ليه يا جماعه؟ لو عجبك الفيديو سبسكرايب من هنا.
سبسكرايب وشوفوا بقيه الفيديوهات، ويا ريت تسيبوا لي تعليقاتكم او اي افكار لفيديوهات تانية.